يلا بينا نغير في شكل الشكشوكة. هنغيرها ازاي؟ بدل ما احنا هنطقش البيض في الصلصة بتاعتنا اللي احنا بنعملها، لا احنا المرة دي هنسلقه. بنقدم بقى معاها فول ومخلل بطاطس محمرة، بس البطاطس اليومين دول الصراحة محدش يجيبها بنات، مش حلوة خالص. فنصيحة يعني البطاطس ما تتجابش اليومين دول خالص. يلا بينا نكمل بقية وصفتنا. دي بقى تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا، زي ما انت عايزة. هي الشكشوكة بداية بنسلق البيض وبسيبه على النار وبجهز الخلطة بتاعتي. انا هنا كنت مقطعة حتتين ليا وسايباهم مع حبة الزيت. نزلت بحبة فلفل الوان والبصلاية، بصلاية وسط كده بشراها، حابة تخرطيها مفيش مشكلة، ومعلقة توم وفلفل احمر، وكيس الصلصة بتاعي. الطماطم اللي احنا تملي بنفرزها، الطماطم اليومين دول غالية، ادينا بنسحب من اللي احنا شايلينها. وبحط ملح وفلفل وبغطيها شوية بقى كده ما تتسبك مع نفسها، وفي الوقت ده بقشر البيض لما يكون اتسلق، وبقلب بقى البيض مع التغذية دي شوية كده، واقفلي عليه ويلا بينا هنجهز طبق الفول بتاعنا. انا هنا غرفته بقى، بصوا جميل وطعمه جميل طبعا، ولا اللي بقى طبعا هي محلية فعلا. حابة طبعا تلغي النقطة بتاعة الدهنة وتعمليه بالسمنة او بالزيت، دي حاجة اختيارية يعني، ده كل واحدة فينا بتعمل الطريقة اللي بتحبها او الحاجة اللي هي بتحبها. كده الوجبة بتاعتي جهزت وقدمناها مع حبة مخلل، بقى شكشوكة وفول ومية مية، واكلة بجد يعني اكلتنا جامد قوي بقى. الواحد بقى عيش بقى ويلا بص بقى ولا الليل. يلا عموما اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينهضكم، واشوفكم على خير، وما تنسوناش في اللايك والشير.